ده احنا بنطبقه على حاجه اسمها الفي موديل. ايه هو الفي موديل؟ ركز بقى عشان ده اللي بيحصل في الصناعه. حلو. الناس وهي شغاله قالت لك لا، واحنا مش هنيجي نقول لك احنا دلوقتي بنعمل ريكويرمنت، لا احنا بنعمل ديزاين، مفيش القصه دي. قال لك احنا نشتغل على الفي موديل ده، وبتوع التيست يشتغلوا معانا في ايه؟ في نفس اللحظه. جه العميل اللي هيدفع لنا فلوس، قال لك والله انا عايز اعمل حاجه بتعمل لي سندوتشات شاورما، هو كان عايز كده. فراجل الراجل بتاع السيستم انجينير قعد معاه، سمع منه واستحمل غتاتته وخد الريكويرمنت. حلو كده؟ طيب يبدا يعمل لها اناليسيس. هل الريكويرمنت بتيجي من لسان العميل عليك على طول؟ لا. السيستم انجينير ده يقعد، هو عارف ان الراجل اللي ده اصلا ملوش علاقه بهندسه، وزي الدنيا دايما بتقول ايه، مهندسين وناس تانيين، فهو راجل عادي فهيتكلم زي الناس العاديين. لكن انت كراجل مهندس محتاج الحاجه تتوصف لك بشكل هندسي. فالراجل بتاع السيستم انجينير ده يعصر على نفسه ليمونه ويقعد يعمل اناليسيز للريكويرمنت دي. هو كده كده مش عاصر على نفسه ليمونه ولا حاجه، كده كده بياخد مرتب اخر الشهر، بس المهم يعمل ايه؟ قال لك والله يجي يوصف لك الريكويرمنت دي. الريكويرمنت ممكن تروح لثلاث جهات: الناس بتوع الكهرباء والكنترول، الناس بتوع السوفت وير، الناس بتوع الميكانيكا. احنا هنكمل بشكل الام بي دي الحالي اللي هو ايه؟ مستخدم اكتر او بيتجه اكتر ناحيه مين؟ الناس بتوع السوفت وير. حلو؟ تحديدا في الاوتوموتيف والايروسبيس سيستمز، هو منتشر في الحتتين دول قوي. طب بعد ما باخد الريكويرمنت يجي دور مين؟ الديزاين. بنعمل حاجه اسمها هاي ليفل ديزاين. السيستم ده عشان يشتغل محتاج كام كومبوننت؟ طب الكومبوننت دي هتكلم بعضها ازاي؟ لما اقول لك تكلم بعضها ازاي يعني معناها ايه الانبوت اللي داخل لكل كومبوننت وايه الاوتبوت اللي طالع من كل كومبوننت. طيب حددنا الكلام ده وكده كل كومبوننت اتعرفت وظيفتها جوه السيستم، محتاجين نعمل امبلمنتيشن. فانت هيجيلك الكومبوننت فاضيه، هي عباره عن بلوك. انت في المرحله دي كده هو بلوك فاضي من جوه، بس متحدد لك الانبوتس بتاعته ومتحدد لك الاوتبوتس بتاعته، وانت جوه اعمل امبلمنتيشن. فلما القصه دي طبعا السيستم فيه اكتر من كومبوننت والتيم فيه اكتر من مهندس، فتيجي تتوزع عليهم كل واحد يلا يا جدعان ياخد ايه الشغلانه بتاعته ويتكل على الله يخلصها لنا. حلو؟ فانت وانت شغال في السوفت وير او وانت بتعمل امبلمنتيشن بقى او الموديل ديفلوبمنت ايا كان المسمى، بتعمل الموديل. هل انا عملت الموديل حطيت 3 4 بلوكات والله يا جدعان انا خلصت؟ لا. وانت بتعمل الموديل كديفلوبمنت بتعمل له تيستنج. يعني ايه بتعمل له بقى تيستنج؟ يعني بتعمل موديل ان ذا لوب. بتعمل ايه؟ موديل ان ذا لوب. طيب جميل جدا، خلصت وعملت الموديل ان ذا لوب، يبدا تعمل كود جنريشن. تبدا تعمل ايه؟ كود جنريشن. طب لما اعمل كود جنريشن نبدا نعمل له سوفت وير ان ذا لوب. خلي بالك بقى ان كل حاجه مرتبطه ببعض. لما حصل وخدنا الريكويرمنت بدا ان الرجاله بتوع التستنج يعملوا حاجه اسمها سوفت وير اكسبتنس تيستنج او سيستم تيستنج. بيجهزوا التستنج اللي هيعملوه على الريكويرمنت دي. لما عملنا هاي ليفل ديزاين فبالتالي قسمنا السيستم لاكتر من جزء، فمستقبلا هنحتاج نجمع الاجزاء دي مع بعض عشان نعمل السيستم كله. فقال لك ساعتها نعمل حاجه اسمها انتجريشن تيست. طب لما جيت عملت الكومبوننت بتاعت الغلبانه فلازم اعمل لها سوفت وير ان ذا لوب تيست. حلو. ليه ده بيحصل؟ ركز بقى هنا. ليه ده بيحصل؟ ما يا عم ما انا هخلص واجرب كله مره واحده وخلصنا. قال لك لا، انا ممكن الكومبوننت بتاعتي لوحدها تشتغل، الكومبوننت بتاع مصطفى لوحدها تشتغل، اخد شغله على شغل نجمعهم مع بعض عشان نعمل انتجريشن تيست، السيستم يضرب في وشنا. فعشان كده انت بتعمل تيست او بيسموه بعد كده لو حد دور اكتر في حته التستنج هي اليونت تيست. هي الفانكشن دي بس اللي بتستها دي كده لوحدها شغاله. حلو. والتيست اللي مع مصطفى او مع الكومبوند بتاعت مصطفى لوحدها شغاله. لما الاثنين يتحطوا مع بعض السيستم يضرب. حلو. اما مصطفى مجرب كتير اهو. فالسيستم يضرب. لما السيستم يضرب تبقى المشكله فين؟ لما يضرب في الانتجريشن تيست. رد بقى عليا.
لما دلوقتي واحنا بنعمل انتجريشن تيست والسيستم ضرب، تبقى المشكله فين؟ عندي انا ولا عند مصطفى؟ يلا اكتبوا لي في الشات. محدش قادر يفصل ما بيننا. طب عموما هي ولا عندي ولا عند مصطفى زي احمد فعلا ما قال. لا ما هو المشكله، ما هو كده كده، ما هو المشكله فعلا في السيستم، بس المشكله عند مين بقى؟ مين اللي سبب مشكله في السيستم؟ ساعتها اللي سبب مشكله في السيستم هو الراجل بتاع الاركتكتشر، الراجل اللي عمل ديزاين اصلا. انا لوحدي سلمت لك شغل ماشي تمام شغال، ومصطفى لوحده سلم شغله شغال. لما نيجي نعمل انتجريشن ساعتها بنرجع لمين؟ للراجل بتاع الديزاين ده. خد يا عم انت بتلبسنا ببعض. فلا نبدا نعيد الديزاين تاني. فهتلاقي دايما انت ايه؟ في لوب دايما، ودايما في تواصل مستمر مع بعض. في كل المشاكل اللي كانت بتحصل قبل كده، قبل الام دي، بدات ايه؟ تتلاشى مع الوقت. طبعا الام دي مش ملاك بجناحين، الام دي برضه فيه بعض المشاكل، ولكن مقارنه بالحاجات اللي بتقابلها لو المشروع فعلا يستحق، مقارنه بالمشاكل بتاعت التراديشنال ميثودز، لو المشروع فعلا يستحق فالام دي يكسب من غير نقاش يعني. طيب ده كده حته الفي موديل. طبعا هنا بقى حته الريكويرمنت، هنبدا نتكلم تاني في نفس القصص دي كلها، بس انت كده عرفت ايه الاريا بتاعه الام دي، ايه الاكتيفيتي اللي بتعملها، ايه علاقتها بالفي موديل، وازاي بنشتغل. كل ده هو اللي بنتكلم فيه، وده السمري بتاعته. طب لما اشتغلنا بقى بالفي موديل قدرت اعمل ايرلي ايرور ديتكشن. ازاي؟ انا كل حاجه بعملها بختبرها في نفس الوقت، فبالتالي مش مستني الهاردوير، فبالتالي لو حصلت مشكله اطلعها في وقتها. بعد كده بقدر اظبط السيستم كواليتي. ليه؟ لان بقدر اعمل برضو تيست في كل. خلي بالكم هي قوه الام بي دي اكتر في ان انت تعمل موديلنج للسيستم بيهيفير او فكره في دماغك اللي هو بروف كونسبت، وان انت تقدر تتست السيستم اللي انت شغال عليه بدري. فايه؟ بتكسب وقت وهكذا. طيب لو جينا بقى دلوقتي عملنا صممنا احنا ده سؤال عايزكم الناس كده تبدا ايه. ثانية كده. هو محمد انا هندسة شرحك كويس، بس انا مش فاهم هل انت قصدك يعني هنشتغل بشكل عملي النهاردة؟ انا مش فاهم سؤالك يا محمد. لو انت قصدك احنا هنشتغل بشكل عملي النهاردة، لا احنا النهاردة بندردش عن المجال بس. بنتكلم ايه هو المجال والام بي دي، وتعرف هو مناسب ليك ولا لا، وازاي تطبقه في مشروع التخرج. لكن بشكل عملي لا، انت عشان تتعلم ام بي دي انت محتاج باع طويل يعني. فالنهارده لا، مفيش حاجة براكتيكال على برنامج، احنا بندردش عن المجال. طيب خلينا كده نكمل. السؤال بيقول احنا دلوقتي لو صممنا موديل، يعني تعالوا كان حاول ايه اخترع سؤال. الموديل شغال زي الفل، والكود بتاعنا كمان طالع سليم بنسبه 100%، ومفيش ولا غلطه في اللوجيك. بس لما جيت اشتري المايكرو كنترولر لقيت انه مساحه المايكرو كنترولر صغيره. تفتكروا المشكله دي انا اقدر اكتشفها امتى؟ في مرحله الميل ولا السيل ولا الهاردوير ان ذا لوب؟ السيل بعرف الميموري منها فعلا، يبقى انا ممكن اكتشفها كده كده. لو قدرت اكتشفها في السيل فخلاص اقدر اكتشفها ايه في الباقي. جميل جدا، الاتنين صح مش غلط، لانه كده كده فعلا لو انا عارف الميموري اللي انا محتاجها من الكود وهتحط عليه وفي الاخر رحت جبت كنترول اقل منه، فديت مشكلتي انا في التستنج اللي كنت عامله. جميل جدا. طيب السؤال بقى،